زميلنا ماجد غراب. اقول لحضرتك حاجه. طبعا احنا الحمد لله بقى لنا فتره طويله ماشيين بمستوى ثابت. لما تيجي في وسط المباريات دي كلها وعاملين كمان مباراه جامده جدا الاسبوع اللي فات مع فيتا، لما يجي لك الدي اوف بتاعك في يوم زي ده وكمان الحمد لله انك ما تخسرش، ده انا شايف ان هو نقطه ايجابيه. يعني يمكن فعلا احنا مش في حالتنا النهارده. يمكن حالتنا بدات تظهر بس في اخر ربع ساعه. اخر ربع ساعه بدات حالتنا تظهر البدنيه والنفسيه، اللعيبه بدات تركز الحمد لله انها ترجع، وقدرنا الحمد لله ان نتعادل 1-1. انا شايف ان هو افضل من ان تبقى خسران 1-0. بس انا عندي ثقه الحمد لله في لعيبتي وفي امكانياتهم. لعيبه نادي الزمالك دلوقتي عندها روح البطوله وعندها روح المكسب وعندها الاصرار ان هي ان شاء الله بفضل الله هتكسب هناك. يعني يمكن انا كمان اتكلمت معاهم في نقطه بعد المباراه، قلت لهم خدوا مثال قريب جدا لسه شايفينه من النادي الاهلي، ان هم تعادلوا 1-1 هنا مع فرقه كبيره زي فرقه الترجي، راحوا كسبوا هناك 2. احنا ممكن عندنا قدره ان احنا نعمل كده، وان شاء الله انا عندي ثقه في اللعيبه وبامر الله هنصعد دور الثمانيه ان شاء الله، مجموعات ان شاء الله. يمكن عبد الواحد احنا رصدنا الكلام ده بكاميرتنا في وسط الملعب، قلت لعيبتك انتوا فرقه بطوله مفيش مشكله، احنا ما خسرناش وقادرين ان احنا نعوض في مباراه العوده. الزمالك بيمتلك الروح دي، هتقول لي ايه لعيبتك وتفسيرك لحاله الخمول اللي كانت ظاهره على اداء الزمالك خاصه في الشوط الاول؟ ما فيش فرقه هتلاقيها ماشيه طول الموسم بنفس القوه وبنفس الباور. لا حصل اكيد، ممكن يكون النهارده مش يومنا، مش يوم اللعيبه يعني. وكمان لما زي ما قلت لك قبل كده ان هو مش يومك وتتعادل مش تخسر، ده في حد ذاته شيء كويس. وزي ما قلت لك قبل كده ان الفرقه ان شاء الله فرقه نادي الزمالك عندها روح البطوله، اللعيبه كويسه ان شاء الله ولاعيبه صغيره. دي مواقف صعبه، تعرضنا لها ماتش فيتا يمكن ده اصعب شويه، بس انا الحمد لله بفضل ربنا انا عندي ثقه في امكانياتهم وقدراتهم ان شاء الله هنعدي الماتش ده وهنصعد دوري المجموعات، وده ان شاء الله نهديه لنادي الزمالك ان شاء الله بعد ما نصعد ان شاء الله. محمد ابراهيم كنت حاسس عليه ببعض العصبيه شويه لدرجه انك انت كنت بتندهله وانت في مركز حراسه المرمى وبتقول له ابراهيم نركز في الماتش وقادرين ان احنا نجيب يبقى 1-1، وكان الزمالك في اللحظات الاخيره قريب انه يحقق الفوز. عصبيه ابراهيم ليه السبب؟ هو غيره، انا شايف ان هو غيره من محمد. كمان هو محمد كان مصاب الاسبوع اللي فات وتفضل ان هو ما يلعبش النهارده. لما نزل النهارده الحمد لله فرق معانا ويمكن خلى لنا شكل كويس قدام. يمكن اصابته هي اللي ما خلتوش يبدا من بدايه المباراه. يعني يمكن هو كان متعصب طبعا النتيجه 1-0 وفي ارضك، اي لعيب ما كانوا لسه نازل عايز يعمل كل حاجه، عايز يعمل كل حاجه وهو لسه كمان سنه صغير، فانا كنت بفضل ان انا اهديه لان محمد يعني من النوع اللي هو الغيور على نادي الزمالك. وده اداء سان جورج والمهاجمين كان مفاجاه بالنسبه ليك كحارس، وازاي تعاملت مع اكتر من كره خطره؟ كان واضح ان في هجوم قوي ليه ملامح على الاقل من فريق سان جورج. لا انا شايف النهارده مش الفرقه اللي سان جورج كانت كويسه بقدر ان احنا كناش في حالتنا الطبيعيه. انا شايف النهارده لو نادي الزمالك في حالته الطبيعيه المباراه كانت تنتهي لنا على الاقل بنتيجه كويسه قوي. طبعا هم يمكن ادوا مباراه، لعبوا مباراه بروح عاليه قوي. كان عندهم ميزه الضغط في نص الملعب وعلى الخصم اللي هو احنا يعني. احنا كده اتعلمنا من الدرس ده، واكيد هنتفرج على المباراه دي تاني وثالث ورابع، وان شاء الله هناك اكيد المباراه هتختلف وان شاء الله هنصعد ان شاء الله. اخيرا مستر فييرا قال لكم ايه بعد الماتش داخل غرف خلع الملابس؟ نفس الكلام اللي احنا قلنا دايما ان احنا فرقه بطوله، وان ان شاء الله عندنا 90 دقيقه تانية وان شاء الله هنصعد. والنهارده لما تبقى في الدي اوف بتاعك او ما تبقاش كبوه، مش كبوه، ما تبقاش كبوه، انا ما خسرتش، لان انت مش موفق. يعني انت في رغم كل ده انت في اخر ربع ساعه تكسب 2 و3 كمان. لكن الحمد لله طبعا على كل شيء، وهو تقريبا يعني قال لك ان احنا هنبدا نركز وان شاء الله ونشوف المباراه اللي بعديها يعني. شكرا. ده الكلام اللي اختص